مساء الفل ويا مساء الحب والسعادة ومساء الخيرات، وبأكد على مساء الخيرات عليكم جميعا. كل اللي يدخل الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير، ولو مشتركتش في القناة اشترك في القناة. وهنتكلم دلوقتي عن طاقة الهارب التاني. طبعا بالليل ان شاء الله هنطلع لايف وهنتكلم عن طاقة الهارب التاني مع الطرف التالت. الهرب اللي احنا بنتكلم عنه زي ما يكون اختل التوازن واختلت المعايير ومعتقداته وإيماناته. انت لخبطت الهارب ده بشكل لا يمكن انك تتخيله. وعلى فكرة كتير جدا منكم عارف الحتة دي، عارف كويس قوي. انا عارف ان انا لخبطت الهارب، عارف. او مش هقول انت عارف، انت حاسس انه متلخبط، حاسس انه اتغير، حاسس ان لأول مرة الشخص ده بتحس بطاقات إيجابية منه ليك، حاسس بأحاسيس حلوة، بمشاعر جايالك منه. انت ما كنتش متخيل ان انت هتشوفها مثلا او هتكون موجودة معاك في وقت من الأوقات. لكن في الحقيقة كل مطارد حاسس، او كل واحد حاسس ان الشخص اللي هو مرتبط بيه فعلا اللي انت بتسمع له، حاسس ان في طاقة حلوة جايلك منه، وانه متمسك بيك جدا، وانه عايزك، وانه بيحاول يفكر ازاي يرجعك تاني، وازاي العلاقة تكون على آه، مستوى رائع. انت احساسك صح. طيب نتكلم عن افكار الهارب عنك في خلال الفترة دي او الطاقة دي، ونبدأ بافكاره الايجابية قوي اتجاهك. اولا الشخص ده شايفك جميل جدا الفترة دي، شايف ان انت كأنه بيشوفك بصورة مختلفة تماما. لو انت كنت اللي بيسمعني مثلا انثى، فهو شايف ان انتي مكتملة الانوثة. ازاي انا ما كنتش شايفك كده؟ لو اللي بيسمعني رجل، فهي شايفاك ان انت مكتمل الرجولة. في نقاط بتتضح للهارب عنك إن حلوة قوي، في صورة شايفك بيها جميلة جدا. طيب عشان نبقى عارفين هو ليه شايفك كده، لان انت شايف نفسك كده دلوقتي، شايف ان انت فعلا يعني الصورة اللي هو بيشوفك بيها انت اوريدي شايف نفسك بيها في الوقت الحالي. آه، كمان انت بتحاول على قد ما تقدر، مش بتحاول انك تظهر جمالك، لا انت بتحاول لا- تظهر اجمل ما فيك لنفسك، مش عشان الهارب ده خالص. يعني حاجة نكون متفقين عليها وناس كتير جدا عارفين ان انت مش يعني انا مش بعمل كده علشان خاطر الهارب. اصلا انا مش مركز مع الهارب اساسا. الهارب بقاله فترة كبيرة انا حاسس ان هو انتهى خلاص تماما من جواه. ده تفكيرك انت. طيب لانك بتعمل ده فعلا لنفسك ومش عشان خاطر اي حد، فده ظهر في تردداتك في حالتك وأصبح في أرض الواقع. وبالفعل شايفك الهارب النقاط اللي كنا مختلفين عليها، أو اللي أنت والهارب كنت مختلف عليها في أسلوبه. حتى لو كنت أنت غلط مثلا، المفروض في يعني حاجات تتعمل، آه، نقاش الحوار، حاجات كتير جدا هو ما كانش بيتبعها معاك، ولكن كان بيتبع اهم شيء وهو التجاهل التام. طيب هو شايف دلوقتي ان مشاعره ليك مشاعر قوية جدا، متأكد تماما، واثق جدا من مشاعره ناحيتك. هو كان دايما في البداية او الاول لأ، كان بينكر مشاعره ليك ولو يعني لوهلة كده حس ان في مشاعر ليك كان دايما بينكرها. لا لا لا، ما فيش اي حاجة، وكان بيحاول يتهرب بأي طريقة من الإحساس ده. ولكن لما انت كنت في الوقت ده عندك آه شايف ان الهارب غامض قوي، مش قادر تفهمه.
فكنت مشغول بيه جدا، ولذلك هو كان في حالة إنكار قوية جدا. لكن لما انت خرجت بره الحتة دي، وخرجت بره اللي هو غامض خلاص، انت تعبت من كتر غموضه، وخدت بعضك واتكلت على الله، وقلت بقى انا ايه مع نفسي يعني، وانت راضي تماما وعندك قناعة رهيبة جدا بان آه، ده خير، كده احسن، كده افضل. فهو بدأ يشوفك فعلا، بدأ يشعر بمشاعره ليك، بدأ يحس ان هو متمسك بيك، انت فارق في حياته، عايزك تكون موجود جنبه. ايه خطوته ليك في خلال الفترة اللي جاية؟ الحقيقة ان في كتير جدا من المطاردين ممكن يعني يتصدم من خطوات الهارب ليه في خلال الفترة اللي جاية. انا عايزة اقول لكم ان التفكير ده اوريدي متواجد حاليا معاه. يعني هو اوكي دلوقتي هو بيفكر خلاص اخد القرار فيه، ولكن اعمله ازاي ده؟ فده خلاص هو اللي جاي هو التنفيذ على ارض الواقع، ولكن حاليا هو في افكاره اللي مش هقول عقله الباطن، ولكن في افكاره الواقعية اخد قرار فيها. ايه هي؟ واللي هتصدمك ان هو عايز، طبعا القراءة دي مش للجميع، عايز يرسم العلاقة معاك. يعني دلوقتي الشخص ده بيفكر انا عايز ارتبط بالشخص ده، انا عايز اتجوز الشخص ده، خلاص الموضوع بقى اصبح بالنسبة له ارتباط رسمي. خصوصا الاشخاص اللي لا تمنع الظروف ارتباطهم، بالاخص لو انت فعلا مرتبط بشخص كان في طرف ثالث، دي مش ظروف قوية جدا للدرجة. في بعض المشاكل، مش دي الظروف القوية للدرجة، في المهم ان ينفع ترسيم العلاقة. لو انت من الاشخاص اللي فعلا ما فيش عقبات قوية جدا جدا تمنع ترسيم العلاقة، تأكد ان الشخص ده بيفكر يرسم العلاقة فعلا على ارض الواقع. فخطوته ليك انه هيجي يقولك وش كده انا عايز ارتبط بيك، زواج، خلاص انا قررت. ولكن هو الشخص ده ما بيعرفش، يعني ما بيعرفش يعبر عن اللي جواه. ممكن يجي يعبر عن حاجة المفروض ان هي كويسة، يقلب الدنيا ويجي يقول لك كلام عكس تماما اللي جواه، ويقول انا بوظت الدنيا ليه. لكن الموضوع دلوقتي مش كده، لا الموضوع دلوقتي هو بيحب يختصر. فممكن يجي يعرض عليك الزواج بشكل مفاجئ ومرة واحدة ودايركت. انا عايز اجي اتقدم، او انا عايزك تكون موجود في حياتي. لو انت محتاج وقت تفكر فكر. شخص عقلاني، او انت شايف ان هو عقلاني وفي نفس الوقت شايف ان هو مجنون. آم، فلا خلاص هو شايف ان ده الوقت المناسب اللي يدخل فيه في علاقة جدية معاك. وليه بقى؟ لانه هو متأكد من مشاعره، غير ان هو شايف ان انت مناسب جدا ليه. شايف ان انت فهمه، هو فهمك في حاجات حصلت كتير جدا انت ما تعرفهاش. فهمته طريقة تفكيرك او فهمته دماغك، الغاز كان عايز يفهمها، فهمها عنك. فهو عايز خلاص انا عايز ارتبط بالشخص ده، خصوصا ان في حالة اغراء قوية جدا. آه، انت مش بتعمل اغراء للشخص ده، ولكن هو حاسس انه مفتون بيك في خلال الفترة دي. اللي هو انا شايفه جميل قوي، انا شايفه حد حلو قوي من جوه ومن بره. انا لازم اخطف الشخص ده، انا عايز اخطفه كده من حياته ويجي لحياتي. انا شايف ان من وجهة نظري دي افكار الهارب. شايف من وجهة نظري ان التوقيت ده هو التوقيت الصح اللي احنا نقرب من بعض، ونحاول ننهي الخلافات اللي ما بيننا، ونحاول آم، نبني اساس. لو كان في طرف ثالث متواجد في العلاقة، فأساسا يعني احنا كنا اتكلمنا عن الطرف الثالث بأن يعني ملهوش وجود في الفترة دي. فلو كان الهارب اللي بنتكلم عنه من ضمن
طاقاته انه كان من الاشخاص اللي في انفصال ما بينه وما بين الطرف الثالث، تأكد ان انت خلاص، يعني انت هتدخل حياة الهارب بشكل رسمي. مفيش الحلو في طاقة الهارب النهاردة ان ما عندهوش خوف زي ما كان موجود جواه، تخلص من الخوف تماما. آم، ما عندهوش مثلا كومنتات عليك، يعني ما فيش حاجة زي ما كان الأول دايما بيتهمك مثلا، أو دايما بيحاول إن هو يقلل من قدراتك. لا بالعكس، هو دلوقتي شايف ان العكس تماما. لا، انت بالنسبة له شخص مميز، وان انت شخص متمكن وحد يعني عاقل، مش حد غير مسؤول. شايفك كده بصورة آه، من الاخر، شايف ان انت نصه التاني، شايف ان انت الشخص اللي انتوا الاتنين بتكملوا بعض. نظرته عنك الفترة دي ايجابية قوي. طيب، ايه الدليل ان الهارب اللي معاك فعلا متواجد في هذه الطاقة؟ اكيد طبعا هقولك الدليل عن طريق طاقتك انت يا متواضع. وهي ايه؟ اولا، انت بتشعر بان الموضوع بالنسبة لك مفيش حاجة ممكن تحدث تضايقك وتزعلك من الهارب. انت حاسس بسلام داخلي رهيب جدا. لو اي شيء حصل من الهارب، انت شايف انه مش بيأثر عليك او مش هيأثر عليك، وان انت في مرحلة جميلة جدا مستمتع بيها وفرحان قوي انك قدرت تتخلص من الفضول اللي كان عندك اتجاه الهارب ده، وانك قدرت تتخلص من احساسك بان الشخص ده بيحاول مثلا ان هو يضايقك دايما. من الاخر انت عندك توازن فظيع جدا في طاقتك، وعندك ثبات، وعندك هدوء. مش بتفكر لا في سلبيات ولا في ايجابيات اتجاه الهرب، ولكن بتجيلك مشاعر، بتجيلك سوري احاسيس معينة، بتشعر شعور معين، بتشعر ان الشخص ده مايل ليك الفترة دي، او كأن حد بيكلمك كده، او صوت داخلي ان ان هو عايزك، ان هو تغير. ممكن للبعض منكم تشوف حاجات على ارض الواقع من على بعد، مثلا تشوف حاجات منه تدل ان هو مهتم جدا بيك، بيحاول يوري لك ان انا عايزك افهم، انا مش بعرف اتكلم، انا اعذرني، ده طيب ده طبعي، لو انت عندك حل اعمله. انت بتشعر بده، وكأن في نداء روحي منه ليك ده، يعني انا عايزك صدقني، لكن انا مش عارف اعمل ايه. لو في حاجة في ايدك تعملها اعملها. وفي نفس الوقت بتقول لنفسك اوكي، حتى لو كان احساسي ده صح، انا ايه اللي يضمن لي ان انا مثلا احاول، ان انا شايف او حاسس ان الشخص ده عايزني وعايز يتقرب مني، ايه اللي يضمن لي ان انا لما اجي يعني ادخل له مثلا، او ان انا احاول ان يبقى في مثلا بيني وبينه كلام، ان ما احسش ان انا ندمت على الخطوة دي والاقي منه رد فعل مختلف. طبعا انت عندك حق، والمفروض ان الهارب مادام هو شاعر بكل شايف ان فعلا انت الشخص المناسب، وشايف ان مفيش مشاكل، وان اي حاجة ممكن تتحل، وانه عايزك في حياته وعايز يرتبط بيك رسمي. انا مش شايفة ان في اي حاجة ممكن توقفه الا الخوف، خصوصا ان هو ما عندهوش خوف، تخلص من الخوف. لكن طبيعة الشخصية نفسها، يعني لما شخص يكون متعود سنين عمره على حاجة معينة، من الصعب ان هو يتغير. لكن بالفعل انت في وقت قصير جدا قدرت تتغيره بدون ما تعمل اي حاجة غير انك بصيت لنفسك فقط، سحبت طاقتك منه فقط. فالمفروض ان هو ياخد الخطوة ليك
بدون ما يعني كأن يعني وريني طيب حاجة منك، كأنه بيقول لك يعني وريني حاجة منك تشجعني ان انا اعمل كده. شوفوا، هو بيقول لنفسه ليه ايه، بيقول لنفسه ايه، انا كده كده اوريدي هاخد الخطوة، كده كده اوريدي انا هروح له، ولكن انا دلوقتي شايف اوكي ان ده التوقيت المناسب، لكن مش قادر اخدها واقعيا على ارض الواقع، انا مش عارف ايه اللي بيمنعني. فاوريدي حتى لو الموضوع طال وزاد عن كده شويه، زود عن كده شويه، فانا غصب عني لازم هروح وهدخل دايركت مباشره ليه وهتكلم معاه. ف آه، المفروض ليه التأخير؟ لا خلاص، انت عايز الشخص ده في حياتك، مادام مفيش خوف ومادام في جرأة، يبقى نتكلم، يبقى نروح للشخص اللي احنا عايزينه ونقول له احنا حاسين بايه، بدون بدون اختصار، بدون لان الشخص التاني تعرض، يعني انت تعرضت لمواقف كتير جدا سيئة من الهارب، تخليك ما ينفعش الشخص ده يجيلك بالشكل المختصر ويجي يرمي لك في وشك كده ويقول لك انا واحد اتنين تلاتة وعايز كذا 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 ومش عارف ايه و... لا، لازم يكون في دخلة كده معينة بأسلوب معين، بطريقة تخليك انت تعيد التفكير، لان هو جاي جدي، الموضوع المرة دي جد فعلا. فايه اللي يخوف ان لو انا مش داخل جدي؟ اوكي انا اخاف بقى، او انا بتسلى او بلعب او بتلاعب بالشخص ده، لكن مادام الموضوع دخل في الجد والتفكير فعلا اتغير، يبقى لازم اتخذ خطوات جدية على ارض الواقع، ما اخافش من حاجة، وخصوصا ان النقطة قلنا ايه، تخلص من الخوف تماما. كمان انت بتحس بايه؟ كمان انت بتحس ان انت عندك القدرة على الاستغناء التام، يعني انت عندك دلوقتي شعور انك قادر على الاستغناء التام عن الهارب. اخد خطوة ما خدش خطوة، الموضوع ده مش شغلك بتاتا، لا بتفكر في طرف ثالث، ولا بتفكر في ايه اللي حصل، ولا في الاحداث القديمة، ولا في اي شيء، ولكن انت شاغل بالك بنفسك، وده صحيح 100% انك تعمل كده، ومكمل على ده على فكرة، وأشجعك إنك تكمل على ده. بالنسبة للهارب، آه طبعا مشاعره ليك في خلال الفترة دي من أقوى الفترات اللي عدت عليه من وقت ما عرفك. انت ممكن تتفاجأ بحاجة من الهارب انت ما كنتش تتصور اصلا انها تطلع منه ليك نهائي، نهائي، ولا منه لأي حد. انت شايف ان الشخص ده جماد، ما عندهوش لا مشاعر ولا عنده احاسيس، ولكن الحقيقة مختلفة تماما على فكرة، وده اللي هتشوفه في خلال الفترة اللي جاية. طيب ايه اللي هيقدمه لك، او ايه اللي هيعمله لك في خلال الفترة اللي جاية؟ هو شيء هيفاجئك بشيء انت بتحبه، او شيء حاجة انت عايزك تكون مبسوط وسعيد، كأنه بيمهد لدخوله في حياتك، او انه يرجع لك تاني، فعايز طب انا اعمل ايه؟ اعمل شيء آه، اخليه سعيد، اخليه مبسوط، ويعرف ان انا اللي مقدم له الشيء ده. ايه الشيء ده؟ الله اعلم ايه هو، ولكن شيء هيسعدك انت كمطارد، هتكون فعلا مبسوط جدا بيه، مفاجأة فظيعة جدا، عشان يقدر هو حتى بعد كده يبقى داخل ب يعني بثقة كده، واللي هو ايه، حتى لو انت عندك بعض الانتقادات، او انت ممكن تتكلم في اللي فات، او ممكن تعاتب، لكن هيبقى اسلوبك مختلف نوعا ما. هو ذكي جدا في الحتة دي، يعني او بمعنى اصح لو هنتكلم عن طريقته لدخوله ليك، كأنه بيتعامل بالمنطق العملي اللي هو، لأن حياته كلها عملية. فالمشكلة ان هو برضو بيفكر معاك بشكل عملي. لو هي الفكرة مش وحشة، يعني فكرته مش وحشة، لكن نخليها بخارج نطاق
انا اتعودت على كده. ندخل في نطاق جديد، انا عايز اعمل ايه للشخص ده، او انا عايز بمشاعري ايه اللي انا ممكن اقدمه له بمشاعري. آه، مثلا انا حاولت، او انا عملت على ارض الواقع في وقت من الاوقات قللت منه، انا اهنته مثلا. طيب نعكس بقى ونيجي نعمل العكس تماما ونشوف مشاعرنا يعني هتخلينا نعمل ايه بدون اندفاع. لان الهارب ده اساسا ما بيحبش الاندفاع، فانا بقول الحته دي لان دي ما فيهاش اندفاع، بالعكس يعني احنا ممكن نفكر في موضوع مرتبط بمشاعرنا، شيء احنا نقدمه للشخص اللي احنا بنحبه عشان يعني يكبر بخاطره، حاجه تخليه مثلا من ناحيتنا مش شايل، يعني مش خايف. لان انت كمطارد انت ما عندكش ثقة في الهارب ده على فكرة. اه انا بقول ان انت مش في بالك، مش في دماغك، وقادر على التخلي التام، ولكن انت ما عندكش اي ثقة فيه نهائي، لان من الواضح ان هو عمل حاجات مش هزت الثقة دي، نقلتها تماما، مش موجودة في قاموس عقلك نهائي اتجاهه. فلازم نعيد الثقة تاني، نحاول ان احنا نتعامل مع المطارد بهدوء وبصدر رحب. آه، ده بالفعل اللي هتلاقيه بيتعامل بيه معاك. ليه؟ لان هو لو اخد خطوة عملية بمنطق عملي، بشكل عملي اتجاهك، ممكن يلاقي الموضوع فيه تردد منك. لكن لما يجمع بين الاتنين او يتعامل بحسيسه اللي شايلها اساسا من الحياة ومن الواقع، الموضوع هيختلف تماما معاك. ولكن برضو انت هتبقى عايز تشوف هل فعلا اديله الثقة تاني ولا لا. انت مش هتقعد تسأل نفسك اديله الثقة تاني ولا لا، ولكن انت هتكون متفرج فقط لا غير، اللي هو ما عندكش اي رياكشن، ما عندكش اي رد فعل غير انك فعلا إيه، انت مش هتسيب نفسك للهارب، ولكن هتسيب نفسك انك تشاهد اللي بيحصل. هل فعلا انت يعني مبسوط؟ هل انت تقدر تثق فيه من غير ما تتكلم، لكن انت سايب نفسك كده على سجيتك؟ ما عندكش اي تعقيدات، ما عندكش. الحمد لله المطاردين بتكلم عنهم في خلال اللايف الفيديو ده، عندهم زي تسهيلات في حياتهم بشكل كأنه متعمد، يعني كأن يكون بيسهل لك حاجات كتير جدا في حياتك، بتساعدك اكتر على انك واثق تماما ان خطواتك اللي بتاخدها دلوقتي هي صحيحة 100%. وعلى فكرة ده صح. دايما لما بنتعامل بطريقة معينة في حياتنا مثلا جديدة، او حاجة احنا مقتنعين بيها، ونلاقي الدنيا بتسهل لنا الامور، فدي زي ما تكون اشارات كونية. انت صح، كمل على اللي انت بتعمله، تفضل الاشارات تجيلنا بنفس الطريقة دي ومستمرة. كمان في زي مثلا حاجات قدرية، لا انت ولا الهارب في تدخل منكم في حاجات قدرية هتجمعكم انتوا الاتنين في خلال الفترة اللي جاية بشكل قوي، خصوصا الاشخاص اللي عندهم ترسيم في العلاقة ما بينك وما بين الهارب. ترسيم في العلاقة، حاجات قدرية هتجمع بينك وبين الهارب، هتشوف بيها الهارب مختلف تماما، هتكون صدفة تماما. آه، فهتشوفه على صورة مختلفة عن اللي انت كنت بتشوفه بيها. الشيء ده ممكن تشوفه مثلا آه، حاجة هتجمع بينك وبينه، وانت تشوفه وهو بيتعامل مش معاك انت، لكن انت هتشوفه في مكان مثلا، او هتشوفه بيعمل حاجة او منزل حاجة، او هتشوف حاجة هو بيتعامل في حياته دلوقتي بشكل مختلف، هتحس ان الشخص ده متغير تماما، وهتشعر ان ليك صلة وطيدة، ليك صلة كبيرة جدا بتغييره الفترة دي.
آه، وما عندكش انتقادات ليه. كمان حاجة مهمة جدا وأكد عليها، لو انت كنت بتغير في فترة من الفترات غيرة قوية او بيستفزك، هو كان قاصد ان يخليك تغير، عايزة اقول ان انت في خلال الفترة دي الغيرة دي انتهت تماما من جواك، مش حاسس ان انت بتغير، مش حاسس ان في حاجة ممكن الهارب يعملها تخليك تغير. ويمكن دي من اقوى الطاقات اللي انت اللي تشعر بيها، اللي خلت الهارب فعلا يبدأ يتحرك. خلاص حتى مشاعر الغيرة مش موجودة اساسا جواك. هتشوف كل ده على ارض الواقع في خلال وقت قصير جدا. ليه؟ لانه ما عندهوش وقت، خلاص عنده آه، خلاص انا عايز ده دلوقتي، انا عايز اعمل كده دلوقتي، ده الوقت المناسب، قد حان، آه، انا هعمل كذا. عنده تصميم. الهارب ده لما بيصمم على حاجة بيعملها، وهو مصمم عليك دلوقتي بشكل مخيف. فعلا مصمم عليك، وبالفعل هيعمل ده، وهتشوف ده في خلال الفترة اللي جاية على أرض الواقع. كده نكون خلصنا طاقة الهارب النهاردة بالنسبة لك. وبالليل إن شاء الله زي ما قلت متنسوش هنتكلم عن طاقة الهارب مع الطرف الثالث. اللي وصل لحد الدقيقة دي وما عملش لايك يعمل لايك وشير، واللي مشتركش في القناة يشترك في القناة. سلام.